مساء الخير. عاملين ايه؟ بطتي الصغيرة اللي في تانية اعدادي الحمد لله كبرت وبقيت في تالتة اعدادي يا واد. تمام. سنة كبيرة وسنة تقيلة وسنة محتاجة شغل. طيب تمام. الموضوع مش محتاج كلام يعني. تمام. هي هنذاكر، هنلاقي من قبل ما نبدأ ونلغي كتير بس عشان منتكلمش في النقطة دي كتير. تالتة اعدادي صعبة، تالتة اعدادي سهلة، مش عارف ايه. مفيش صعب وسهل. في حاجة أنا بذاكرها بحصد نتيجة. ما ذاكرتش مش هتحصد، عمرك ما هتسعى لحاجة ومش هتوصل لها. طول ما انت بتسعى صح ومستمر ناحية السعي بتاعك مسيرك هتوصل، طلعت نزلت هتوصل، هتقع شوية وتوصل. تمام. فاحنا اي كلام هنقوله اي محفزات هنديها ملهاش اي 30 لازمة لو انت من جواك مش عايز تتحرك وتغير يعني. تمام. ما كنتش بذاكر في اولى وتانية، ده مشكلة، دايما السؤال بيتسأل كتير. انا عديت السنتين اللي فاتوا ما كنتش بذاكر كويس، فانا خايف اعمل كده في تالتة. ملهاش دعوة وملهاش علاقة. وشفنا طلبة كتير جدا، تمام، هو ما كانش بيذاكر كويس في اولى وتانية واول ما وصل لتالتة بقى ممتاز. تمام. فهي ملهاش علاقة خالص. هي ليها علاقة بالاستمرارية مش بالحماس ولا بالذكاء. بالاستمرارية ان انا كل يوم قادر ان انا افتح الكتاب اكتر من 6 8 ساعات وقاعد بذاكر. فطول ما انت عندك الاستمرارية دي فكل حاجة بعد كده سهلة. تمام. خلينا نخش في الموضوع على طول عشان مش عايز اطول عليك، عشان عايزينها حصة خفيفة ولذيذة وتخلص بسرعة كده. احنا منهج تالتة اعدادي بتاعنا بيتقسم لأربع وحدات في العلوم طبعا. تمام. مين هما الأربع وحدات دول؟ الوحدة الأولى بتتكلم عن السرعة والطاقة والحركة والمسائل والإزاحة والمسافة وكميات قياسية وكميات متجهة. المهم الوحدة دي بتبقى عبارة عن 3 دروس. الدرس الأولاني بيتشرح على حصتين، الدرس التاني بيتشرح على حصتين، الدرس التالت بيتشرح على حصة واحدة. تمام. يبقى كده الوحدة الأولى هتاخد في إيدينا 5 حصص. هتنزل لك ملزمة كاملة على بعضيها غير الملزمة بتاعت الحصة الأولى، هتكفيك طول الوحدة الأولى كاملة. طيب تمام. بعد كده الوحدة التانية هتتكلم عن جزء اسمه المرايا والعدسات. المرايا والعدسات الجزء ده الدرس الأولاني هياخد حصتين والدرس التاني هيدخل في حصة، فكده يبقوا 3 حصص وهتنزل لك ملزمة للمرايا والعدسات لوحديها برضو. طيب تمام. بعد كده الوحدة التالتة بتتكلم عن الكون، والوحدة كلها على بعضها عبارة عن درس واحد وهتخلص في حصة واحدة. يعني انت هتنزل حصة تسمع فيها الوحدة التالتة كلها على بعضها. واخر وحدة بتتكلم عن التكاثر، دول بيكونوا درسين كل درس فيهم بيخلص في حصة، بس الاتنين بيتاخدوا في نفس الاسبوع. تمام. كده يبقى اجمالي هنا حصتين وهينزل لك للكون والتكاثر ملزمة واحدة برضو لما الوحدة التالتة والرابعة سوا. يبقى انت كده هتاخد 3 ملازم على على مدار السنة. ملزمة للوحدة الأولى، ملزمة للوحدة التانية، وملزمة للوحدة التالتة والرابعة مع بعض. طيب تمام. الملازم هتاخدها يا ابني. الملازم يا اما انا هسيب لك الرقم تحت لو انت عايز تشتريها PDF، لا اما هتبقى موجودة في الاماكن اللي احنا منبهين عليها في الجروبات بتاعتكم. لو حد مش موجود في الجروبات برضه هيبعت على الارقام اللي هتكون موجودة تحت هندخله الجروبات. طيب تمام. بالنسبة لمحتوى الأونلاين، عشان السؤال ده بيتسأل كتير، ايه اللي هينزل على النت وايه اللي هيكون في الحصة. احنا في الأونلاين كل تدريبات كتاب الامتحان، ان احنا كده كده هنشتغل جنب الملازم هنشتغل من كتاب الامتحان، فكل تدريبات كتاب الامتحان تالتة إعدادي هتنزل أونلاين. يعني أي أسئلة تخص كتاب الامتحان احنا هننزلها وهنحلها أونلاين على طول على مدار السنة. طيب تمام. بالنسبة للشرح احنا مش هنشرح كل الدروس طبعا، هنشرح الدروس المعينة اللي بيكون فيها تقل وبتكون دروس مهمة وتعبكم. فهي دي الدروس اللي احنا هنشرحها، وهحاول على قد ما اقدر اشرح لك كل الدروس يعني. تمام. بس لما الدرس بيكون تقيل بننزله اونلاين بحيث لو انت سرحت مني في الحصة تقدر ترجع تصلح يعني، ان تكون الحاجة يعني ما تضيعش منك. طيب تمام. هتاخد جنب الحصتين دول بعد الحصة الأولى هتاخد حصة مراجعة وامتحان شامل، وبعد دي هتاخد حصة مراجعة وامتحان شامل على الوحدة الأولى والتانية،
وفي الاخر خالص بتكون في حصة المراجعة، وده بيخش بتاعت الوحدة التالتة والرابعة، وده بيخش في جدول المراجعة على طول، مش بتتحسب معانا من حصص المنهج. المهم لما تحسب كده وتقعد مع نفسك تلاقي نفسك دخلت معايا في سكة 13 ايه حصة انت ملزم مني بيهم على مدار الايه، على مدار السنة. هنبدأ النهاردة بايه؟ بالوحدة بتاعة السرعة. هناخد ايه؟ اول درس. يلا بينا كده نبدأ مع بعض. اول درس، الدرس بتاعنا بيتكلم عن حاجة اسمها الحركة في اتجاه واحد، والدرس باين من عنوانه يعني ان هو بيتكلم عن جسم قادر ان هو يتحرك في اتجاه واحد بس. خلينا كده بقى نشوف الكلام ده بيقول لنا ايه. اول حاجة، ايه الفرق ما بين حالة السكون وحالة الحركة؟ كلام بسيط جدا بأمانة وسهل جدا. حالة السكون لما الاقي البطة بتاعتي ساكنة في مكانها ومش بتتحرك، فدي بسميها حالة سكون، لان هي فاضلة في مكانها بمرور الايه، الزمن. لكن حالة الحركة ده جسم بيتحرك من مكانه بمرور الايه، الزمن. يبقى طول ما الزمن شغال في الاتنين، في حالة السكون وحالة الحركة، الزمن شغال في حالة السكون بس الجسم في مكانه ومش بيتحرك، فدي سميتها حالة سكون. لكن الجسم بيتحرك من مكانه، شايفين عمو العجوز ده نشيط ازاي؟ هو عمال يتحرك من مكانه بس بمرور الزمن والمكان ثابت في مكانه، فده بنسميها حالة ايه، حركة. الكلام بسيط، جسم بيتحرك حالة حركة، جسم قاعد حالة سكون. يعني احنا ما شرحناش حاجة مستحيلة لغاية دلوقتي. طب تمام، ايه هو الحركة؟ تعريف الحركة عشان ركز، عشان هيجيلك اكيد في المصطلح العلمي يقولك ايه هو تعريف الحركة. قال لك تعريف الحركة هو تغيير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. يعني إيه؟ يعني أنا كرولوس أهو واقف عمال أتفرج عليك، تمام، وفي واحد وهو أنا شايف جده العجوز أهو، يعني أنا فاشل في الرسم، راكب عجلة، مش عارف دي ازاي عجلة يعني، تمام. فجده راكب عجلة، هو جده ماشي بالعجلة، فجده طول ما هو بيتحرك وانا كرولوس شايفه بعناية ان هو بيتحرك من تحت، فده بسميها حركة. يبقى تاني، ايه هو تعريف الحركة؟ تغيير موضع جسم، في جسم بيتغير موضعه بالنسبة لموضع جسم آخر، مين أكرولوس أو الجسم الآخر، بمرور ايه، الزمن، لأن الساعة بتاعتي طول ما هو بيتحرك مالها شغالة. يبقى يعني ايه تعريف الحركة تاني؟ تغيير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الايه، بمرور الزمن. هتقلب الصفحة اللي بعديها. تعالى بقى نتكلم ايه هي الحركة في اتجاه واحد. قال لك الحركة في اتجاه واحد، عشان الأولاد بيفتكر إن الحركة في اتجاه واحد هي الحركة إن الجسم يفضل ماشي كده اهو، لأ. قال لك الحركة في اتجاه واحد ممكن تكون في اتجاه أو في مسار، معلش، في مسار مستقيم، في مسار مستقيم أو مسار منحني أو كلاهما معا. مسار مستقيم أو مسار منحني أو كلاهما معا. وتعتبر الحركة في اتجاه واحد لو الجسم ماشي في اتجاه واحد، قالك دي أبسط أنواع الإيه، الحركة. تمام. تمام. يبقى الحركة في اتجاه واحد هو إن الجسم يفضل ماشي في مسار واحد، المسار ده سواء كان إيه، كان مستقيم أو كان منحني أو كلاهما معا. بيسأل فيها إزاي؟ هيسألك فيها سؤال في إكمال، هيقول لك الحركة في اتجاه واحد تكون في مسار نقط أو نقط أو نقط، مستقيم أو منحني أو كلاهما إيه، معا. هيسأل سؤال تاني يقول لك تعتبر الحركة في اتجاه واحد في خط مستقيم هي أبسط أنواع الحركة. أمثلة الحركة في اتجاه واحد، حركة المترو وحركة القطار، هما الاتنين المترو والقطر ده بيتحرك في اتجاه واحد، لا إما بيطلع لقدام لا إما بيرجع لإيه، لورا. لما يجي يسألني ليه القطار بأمثلة الحركة في اتجاه واحد، الموضوع مش مستاهل هرد عليه، أنا سؤال علل برد من خلال فهمي. هرد عليه هقوله لأن القطار يتحرك للأمام أو يتحرك للخلف في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. الإجابة على فكرة بتاعتها سهلة جدا. طيب تمام. السرعة بقى، تعالى بقى من هنا بقى نبدأ نقول إن إحنا كده بدأنا درس. كل اللي فات ده كان يا دوبك حاجات طبعا مهمة بتيجي عليها أسئلة، بس تسخين لمخك الفاصل يعني، إن أنت جاي لي من الأجازة وجاي تعبان، فيا دوبك كده إيه، بنسخن شوية. تعالى كده بقى نفوق بقى مع بعضينا شوية. إيه السرعة؟ السرعة إيه؟ أنا قبل ما أدرس أي حاجة في السرعة أنا عايز أعرف السرعة معتمدة على إيه. فعملنا تجربة صغيرة كده عشان نعرف السرعة معتمدة على إيه. جبنا عربيتين، عربية حمراء وعربية زرقاء زي ما انتوا شايفين، والراجل بيقول ايه، الراجل بيقول اذا اتحركت السيارتين في الحالة الاولى اللي هنا دي، اذا اتحركت السيارتين لمدة ايه، قالك لمدة 5 ثواني.
وقطعت السيارة الحمراء مسافة 100 متر، ولكن السيارة الزرقاء قطعت مسافة 50 متر. بشت. بص على الزمن، دي الساعة، الوقت اللي خدته. السيارة الحمراء خدت 5 ثواني مشيت فيهم 100 متر، والسيارة الزرقاء 5 ثواني مشيت فيهم 50 متر. أستاذ، مم. مين أسرع؟ اللي في 5 ثواني مشيت 100 متر، ولا في ال5 ثواني مشيت 50 متر؟ أكيد اللي مشيت في ال5 ثواني 100 متر. ليه؟ لأن هي في ال5 ثواني قدرت إنها تعدي 100 متر، لكن في ال5 ثواني بتاعت الزرق اللي تحت ما عدتش غير 50 بس. يبقى أكيد هنا السيارة الحمراء أسرع من من الزرقاء. طب أنا مش عايز أعرف كده، بس عايز أعرف هنا السرعة اعتمدت على فيقول لك هنا السرعة اعتمدت على المسافة، والمسافة بنختصرها بحرف الف. تمام، يبقى السرعة معتمدة هنا على معتمدة على المسافة. لكن في الحالة التانية بقى قالك إذا اتحركت سيارتين لمدة 5 ثواني، وقطعت السيارة الحمراء زمن قدره 5 ثواني، والسيارة الزرقاء 10 ثواني. معلش، إذا اتحركت سيارتين لمدة، بلاش شيل المدة دي وخليها لمسافة 100 متر. لو تحركت عربيتين مسافة 100 متر، بس في واحدة يا بطتي عديتها في 5 ثواني والتانية عديتها في 10 ثواني، يبقى مين أسرع؟ أكيد اللي عديتها في 5 ثواني. ليه؟ لأن هي وصلت بسرعة. في فرق، الطالب ده اتحرك من بيته رايح للدرس، في واحد وصل في ربع ساعة والتاني وصل في نص ساعة، يبقى مين أسرع؟ أكيد اللي مشي في ربع ساعة هو أسرع. فاللي خد زمن أقل، ركز في المعلومة دي، كان كان أسرع. فالسرعة هنا اتوقفت على المسافة ولا الزمن؟ الزمن. السرعة هنا اتوقفت على على الزمن. يبقى أنا أخرج من الدرس ده مستفاد حاجتين، هما؟ إن السرعة متوقفة على المسافة وعلى الزمن. السرعة متوقفة على حاجتين، مين هما؟ المسافة والزمن. وتقف مع نفسك كده دقيقة، لو الجزء اللي فات انت ما فهمتوش عيده تاني. انا اوريدي كده كده في الحصة الجزء ده بكتبه وبعيده مرتين 3، بس احنا اونلاين، هترجع الفيديو لو الجزء مش فاهمه وتعيده تاني. طيب تمام. يبقى هنلاقي ان السيارة الحمراء اسرع من السيارة الزرقاء. هيقول لك علل لي بقى اشمعنى؟ هنقول له لانها في الجزء اللي على اليمين لانها قطعت مسافة، خلينا كده نرجع كده عشان نبقى باصين عليها، لانها قطعت مسافة اكبر اللي هي 100 متر في نفس الزمن اللي هو 5 ثواني. لكن التانية هقوله لانها استغرقت 5 ثواني في قطع مسافة 100 متر. طيب تمام. نفهم من اللي فات ان وصف الحركة معتمد على كام حاجة؟ على عاملين اساسيين. مين هم؟ المسافة والزمن يا استاذ. المسافة اللي هيقطعها الجسم في المسار، والزمن اللي هيستغرقه عشان يوصل. اتس اوكي، اتس اوكي. طب تمام. ولو قسمنا الاتنين على بعض، بص بقى التكاية دي، لو انا قسمت المسافة على الزمن الرموز دي لازم تتحفظ، بتختصر علينا جو كتير جدا، وكده كده اوريدي هتكون موجودة وهتاخدها. تمام. لو انا قسمت المسافة على الزمن يديني حاجة اسمها السرعة، والسرعة دي بختصرها بعين عشان تكون انت برضو عارف. طيب تمام، ده قانون يعني في مسائل. تعالى بقى، تعالى بقى يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، نعرف ايه هي السرعة. قال لك السرعة هي ليها تعريفين. ليه؟ قال لك اصل هي توقفت على عاملين. مين هم العاملين اللي توقفت عليهم؟ اتوقفت على المسافة وتوقفت على الزمن. يبقى لما يجي يعرف السرعة، المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن او المعدل الزمني للتغير في المسافة. انت واخد بالك التعريف اهبل ازاي؟ شفت انا عملت المسافة المقطوعة، خلينا اغير لك اللون، المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن او الزمن او المعدل الزمني للتغير في في المسافة. ادي دول التعريفين. يبقى كده انت معاك 3 تعريفات لغاية دلوقتي. تعريف الحركة تغيير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن. تعريف السرعة المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للتغير في في المسافة. أنا عايزك مركز كده معايا للآخر، وطول ما أنت مركز لما يجيلك السؤال اكتب مصطلح أنت هتجاوب أنت مغمض عينيك صدقني. طيب تمام. ايه هو قانون السرعة؟ قانون السرعة يقول لك المسافة على الزمن، والسرعة بنختصرها بعين، والمسافة فيه والزمن ودي حاجة احنا لسه مثبتينها فوق.
تعالى لي بقى هنا بقى يا حبيبي الدلع كله بقى. ايه دي؟ ده وحدات القياس، ودي حاجة لازم 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 اكون عارفها. ممكن نرجع للسبورة نشخبط في سبورتنا الجميلة شوية. هات، تعالى بص يا معلم، في تحويلات لازم تكون انت عارفها ولازم تكون حافظها، والموضوع مفروغ منه، والمفروض اخدتها في تانية اعدادي معايا، بس هنعيدها تاني. التحويلات ماشية بقاعدة اسمها الاخ الكبير، لو انت افتكرت بقى، يعمل ايه في الاخ الصغير؟ يضرب الاخ، يا رب، يضرب الاخ الصغير. تعالى بقى نشوف يعني ايه الاخ الكبير يضرب الاخ الصغير. بص يا سيدي، لو انا بتكلم عن المسافة، لو انا بتكلم عن الايه، المسافة، فالمسافة بتتقاس بالكيلومتر وبالمتر وبالسنتيمتر، بالكيلومتر والمتر والسنتيمتر. ولو انا بتكلم عن الزمن، فالزمن بيتقاس مين اكبر حاجة؟ الساعة، وبعد كده الدقيقة، بعد كده الثانية. طب لو انا بتكلم عن السرعة، السرعة بتتقاس بالمسافة والزمن، يعني كيلو متر لكل ساعة أو متر لكل ثانية. تعالى بقى ركز معايا، لو أنا عايز أحول من الكيلو متر للمتر، مين الكبير ومين الصغير؟ الكيلو متر ده الأخ الكبير، والمتر ده الأخ الصغير. الأخ الكبير يضرب في الأخ الصغير، تتضرب في 1000. طيب تمام. ولو انا عايز احول من المتر للسنتيمتر، هتحول من المتر للسنتيمتر، يبقى المتر الكبير اضرب في 100. تمام تمام. طب لو انا عايز احول من المتر للكيلو متر، يبقى تقسم على 1000. ولو عايز احول من السنتيمتر للمتر، يبقى تقسم على 100. واخد بالك انت؟ عيد بقى معايا نفس اللعبة تاني. لو انا عايز احول من الساعة للدقيقة، اضرب في 60، الزمن معروف كله ب60. ولو عايز احول من الدقيقة للثانية، اضرب في 60 تاني. ولو عايز احول من الثانية للدقيقة، اقسم على 60. ومن الدقيقة للساعة اقسم على 60. تمام يا شباب؟ تمام. ولو انا عايز احول من كيلو متر كل ساعة لمتر كل ثانية، والله 60 عشان ده 60 دقيقة، وده ال1000 في الكيلو متر والمية في المتر، يعني الكلام كله بديهي. لكن السرعة دي رقم جديد عايزك تحفظه لأول مرة في حياتك. ايه هو؟ 5/18. ما تنساهوش ما تنساهوش. لو هتحول من الكيلو متر لكل ساعة لمتر لكل ثانية، تضرب 5/18. ولو هتحول من متر لكل ثانية لكيلو متر لكل ساعة، يبقى تقسم 5 على ايه؟ على 18. حلو. التحويلات دي مهمة جدا 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 جدا، وهتستخدمها قدام وهنحل عليها مسائل دلوقتي. التحويلات بتاعت المسافة مظبوطة، الزمن مظبوط، السرعة هنا فيها تكاية صغيرة. هنا مكتوب اضرب في 5/18، وانت راجع اضرب في 18/5. على فكرة هو صح مش غلط، ان هو عكس حط البسط مكان المقام، بس احنا مش هنلخبط نفسينا بمعلومة زي كده، هنكتب اقسم 5/18، مش هنضرب 18/5. عايزين نتعلم الطريقة دي ونشتغل بيها على طول. يلا بقى يا سيدي، تعالى بقى نسأل كام سؤال بقى كده حلوين بقى، طول ما احنا بقى خلاص احنا حفظنا بقى. لما يسألني ما معنى ان مقدار سرعة الجسم متى يحدث؟ يتساوي مقدار سرعة الجسم مع المسافة. امتى السرعة تتساوى مع المسافة؟ السرعة تتساوى مع المسافة لو هو كل واحدة فيهم تساوي 1، يبقى عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن، لما الجسم يمشي المسافة دي خلال نفس الزمن. يعني أنا مشيت مسافة 50، تمام، والزمن 50، فلما اقسم الاتنين على بعض تبقى السرعة تساوي كام؟ 1. يبقى امتى يتساوى مقدار السرعة مع مقدار المسافة؟ امتى السرعة تساوي المسافة؟ لما المسافة تساوي ايه؟ الزمن. طب ما معنى ان طائرة تتحرك بمقدار 500 كيلومتر كل ساعة؟ هقول له اي ان طائرة تقطع مسافة 500 كيلومتر في الساعة الواحدة. يبقى 500 كيلومتر لوحديها والساعة واحدة لوحديها. هو قسم الايه؟ وحدات القياس، عشان الأسئلة دي ممكن تجيلنا. طب ما معنى أن سيارة تقطع مسافة مقدارها 100 متر في زمن قدره 2 ثانية؟
هتقسم الاتنين على بعض، المسافة ب100 والزمن ب2، 100 على الاتنين فيها ال50. هقول له أي أن السيارة تتحرك بسرعة كام؟ 50. قانون سهل جدا على فكرة، مسافة وزمن بس الاتنين على بعض أطلع سرعة، احنا مشرحناش حاجة معجزة يعني. طب تمام. على فكرة أول درس مفهوش معجزة، كله الحصة الأولى والتانية مفهومش معجزة. المعجزة الحقيقية بتبدأ من أول الحصة التالتة، وبعد كده بتريح شوية، تاخد التالتة والرابعة وتريح شوية، تاخد الخمسة دي بتبقى حصة فري برضو هادية جدا. بعد كده تخش على المراية والعدسات ضرب شبشب على طول بالجزمة كده. طب تمام. تعالى بقى بطيتي لازم نتعلم ايه؟ قالك لازم نتعلم لما يلاقي في السؤال كلمة نفس يعني 1، ولما يلاقي في السؤال كلمة ضعف يعني 2، ولما يلاقي في السؤال كلمة نصف يعني نص. حبيبي حبيبي بالراحة بالراحة بالراحة، ايه يا مستر؟ فأنا عارف إن أنت مش فاهم، اصبر للآخر، بس أنت احفظ. نفس 1، ضعف 2، نصف نص، وقانون السرعة المسافة على الزمن، عدناها 100 مرة. طيب تمام، تعالى بقى نشوف الأسئلة. متى يحدث للسرعة في الحالات الآتية؟ عايز يعرف ايه اللي هيحصل للسرعة. قطع جسم متحرك نفس المسافة في نصف الزمن. بص يا حبيبي بص يا حبيبي بص يا حبيبي، أنا لما السرعة تزيد المسافة تزيد، لما المسافة تزيد السرعة تزيد، ولما الزمن يقل السرعة تزيد. فالعلاقة ما بين السرعة والمسافة علاقة طردية، إن لما ده يزيد ده يزيد. والعلاقة ما بين السرعة والزمن علاقة عكسية، إن لما ده يزيد ده يقل. طب تمام. لما يجي يسألك في سؤال ماذا يحدث تحرك نفس في نصف أو ضعف في نفس أو نصف في ضعف، ويسألك الأسئلة اللي من النوع ده، هتحل ازاي؟ هتكتب القانون، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. حلو. تحرك يا جسم نفس المسافة، اقف. نفس يعني ايه؟ نفس يعني 1. طيب تمام. إيه في نصف؟ نصف يعني ايه؟ نصف يعني نص. يبقى تجيب الآلة الحاسبة بتاعتك كده، وتقوم فاتح كده وتقوم ماسك وتقوم قايل ايه يا معلم؟ 1 على ايه؟ على نص. هتطلع معاك بايه؟ ب2. يبقى اقول له طالما طلعت ب2 يبقى طلعت ب2، 2 يعني ايه؟ 2 يعني ضعف. فاقول له تزداد السرعة للضعف. لازم تعيدها لغاية ما تفهمها. احنا في كام مثال كمان هنحله، بس انت لو ما فهمتش عيدها، انا في الحصة كده كده هعيد بدل المثال 10، بس انت لو ما فهمتش عيدها. كل اللي عملناه حطينا القانون، عوضنا، قلنا نفس يعني 1 زي ما احنا لسه حافظين هنا اهو، ونصف يعني نص، وقسمنا 1 على نص طلعت فيها كام؟ 2، ف2 ضعف، يروح قلت له تزداد السرعة لإيه؟ للضعف. تعال نحل واحدة كمان. استخرج الجسم المتحرك ضعف الزمن لقطع نص المسافة. هو خد ضعف الزمن عشان يمشي نص المسافة، يبقى أنا أحط القانون بتاعي على جنب، السرعة تساوي المسافة على الزمن. حلو. إيه تحرك ضعف الزمن، يبقى الزمن ب2، لقطع نص المسافة يبقى المسافة بنص، يبقى قاسم نص على الاتنين، تطلع معايا بربع. طلعت بربع، يبقى اقول له تزداد للربع ولا تقل للربع؟ لا، طالما طلعت اقل من 1 يبقى تقل، يبقى اقول له تقل السرعة الى الربع. لو لقيت ربع او نص بقول تقل للربع تقل للنص، لكن لو لقيت 1 لو لقيت 2 و3 يبقى قول تزداد للضعف، تزداد لثلاثة اضعافها. فاهم كده؟ نستنتج من الفات يا عزيزي البطوط ايه؟ ان العلاقة زي ما احنا لسه شارحين ما بين السرعة والمسافة علاقة ايه؟ طردية، لكن العلاقة ما بين السرعة والزمن علاقة عكسية. طيب تمام. بيقول لي علل تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما زادت المسافة المقطوعة خلال نفس الزمن. ليه لكل انت واخد بالك السؤال بيسأل بيقول ايه؟ ليه كل ما زود السرعة تزداد المسافة؟ هقوله لأن السرعة تتناسب طرديا مع المسافة. بص السؤال التاني، ليه كل ما زود السرعة تقل الزمن؟ هقوله لأن السرعة تتناسب عكسيا مع الايه؟ مع المسافة. تمام، مع الزمن عند ثبوت المسافة. تمام. يبقى سأل على السرعة والزمن أقول له السرعة والزمن علاقة إيه؟ عكسية. سأل على السرعة والمسافة أقول له أن السرعة والمسافة علاقة طردية. طيب تمام. عندنا عقدة بقى اسمها عقدة المثلث من زمان بقى، مع إني مش عارف إيه. تعالى بقى كده، هنا أنا بقول لك فاكر لما الميس بتاعتك كانت بتشرح لك الكلام ده؟ تعالى بقى نفتكر كده ذكرياتنا مع الميس. غالبا بيكون اسمها ميس منى أو ميس عبير، يعني هي اللي بتشرح العلوم في المدرسة. فتعالى بقى كده نشوف الميس بتاعت زمان دي كانت بتقول لنا ايه. الميس بتاعت زمان بتقول لنا لو انا عندي مثلث بالمنظر ده، اه، السرعة تساوي المسافة على الايه؟ على الزمن. انا عايز اجيب لون يكون لون حليوة كده، هو الازرق، انا اموت في الازرق. تعالى بقى كده نندمج.
في المثلث بتاعنا ده احنا كان الجزء ده كنا بنقول عليه اسمه، والجزء ده كنا بنقول عليه ايه؟ ضرب. وكانت الميس تقول لنا، تعالى بقى لون مختلف، اورنج. الميس تقول لنا لو هو طلب منك السرعة حط ايدك على السرعة، بليز حط ايدك على السرعة. على فكرة انا حطيت ايدي على السرعة صدقني. حط ايدك على السرعة، السرعة تساوي المسافة على الزمن. ولو هو طلب مني المسافة حط ايدك على المسافة. على فكرة بأمانة انا حاطط صباعي على التابلت، حاطط صباعي على المسافة. تمام. لو طلب منك المسافة يبقى السرعة في الايه؟ في الزمن. طيب تمام. ولو طلب مني الزمن يبقى المسافة على الايه؟ على السرعة. اتمنى الموضوع ده بقى ده بتاعكيش. حط مثلث واشوف. فاحنا المستر بتاعك بيختصر الموضوع كله بحتة حركة صغيرة كده اهو. بقول السرعة مسافة زمن. تمام. انا عايز السرعة احط ايدي على السرعة تساوي المسافة على الايه؟ على الزمن. انا عايز المسافة احط ايدي على المسافة السرعة في الزمن. انا عايز، مش راضي تشال، مش راضي تشال، اهي اتشالت. انا عايز الزمن يبقى احط ايدي على الزمن تساوي المسافة على السرعة. تمام يا ولاد؟ تمام. تعالى بقى نشوف بقى الكلام ده. إيه لو عايز السرعة احط ايدي على السرعة تساوي المسافة على الزمن. لو عايز المسافة احط ايدي على المسافة السرعة في الزمن. ولو عايز احط الزمن احط ايدي على زمن المسافة في السرعة. يبقى احنا من قوامنا سهل. تعالى. بدأ السيارة ودراجة الحركة معا. بقى تعالى بقى نشوف السيارة وايه ودراجة الحركة معا في خط مستقيم. فإذا علمت أن سرعة الايه؟ السيارة 50 كيلو متر، وسرعة الدراجة 5 متر لكل ثانية. احسب مقدار الفرق في المسافة بين كل من السيارة والدراجة بوحدة الكيلومتر بعد مرور 900 ثانية. المسألة دي فيها فكرة. تمام. هقول لك أنا الفكرة وهنوقف وتحل أنت لوحدك، وبعد ما ترجع هنشوف. تمام. هو هنا مديك سرعتين. تمام. ومديك إن اللي هما الاتنين اتحركوا بنفس الزمن، وعايزك تحسب المسافة بتاعة الأولى والمسافة بتاعة التانية، يعني مسافة الدراجة ومسافة الإيه؟ السيارة. أنا معاك السرعة ومعاك الزمن بتاع الاتنين، احسب المسافة بتاعة الاتنين. تمام. هتحسب المسافة وهترجع لي انت. 99% لو اي طالب لسه جاي من الاجازة ومخه فاصل وتعبان، او هو اصلا طبيعي جدا حتى لو بيذاكر في الاجازة، 99% الموضوع هيقف قدام. تمام. بس انا عايزك تعصر دماغك فيها وتفكر فيها. تمام. واول ما حمارك يغلب كده وما تقدرش تجاوب، تعالى ارجع لي شغل الفيديو وايه، ونحلها انا وانت ايه سوا. يلا بطيت نكمل. طبعا انا عارف ان ده مستوى تقيل جدا 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 جدا، فوق يعني حاجه توب التوب يعني. عشان كده احنا مقررين المساله دي مرتين بارقام مختلفه، عشان لو في حاجه تكون تتعلم بيها يعني. ماشي، خلينا نشوف هي الفكرة في المسألة ايه. الفكرة في المسألة هو مديني المسافة بتاعة السيارة والمسافة بتاعة الدراجة، بس أنا لازم عينيا تكون واخدة بالي وصاحي. مش قادر عينيا تكون واخدة بالي وصاحي أنام وما أروحش الامتحان. عينيا واخدة بالي من ايه؟ واخدة بالي إن ده كيلو متر لكل ساعة وده متر لكل ثانية، ففي وحدات مختلفة. وعايزني أحسب المسافة بتاعة السيارة وبتاعة الدراجة بوحدة الكيلو متر. ومش أي مسافة، ده المسافة بينهم هما الاتنين. يعني أنا هجيب المسافة بتاعة دي والمسافة بتاعة دي وأطرحهم من بعض، وهما الاتنين ماشيين في زمن 900 ثانية. ولازم أخد بالي إن 900 ثانية مش ساعة، فمش هتنفع هنا اهو. تعالى كده نبدأ نحل كده بهدوء عشان الموضوع يوضح أكتر. أنا لما جيت أحسب سرعة الدراجة، أنا بتكلم عن الدراجة دلوقتي، فسرعة الدراجة قال لي ب50 كيلومتر لكل ساعة. أنا في مسألة زي كده ايه ده اهو، السرعة تساوي المسافة على الزمن. عايز أجيب المسافة يبقى هضرب السرعة في الزمن، يبقى لازم يكون عندي جنب السرعة لازم يكون عندي الايه؟ الزمن. الزمن بتاعي بيساوي كام يا حبيبي؟ قالك الزمن بتاعك يساوي 900 ثانية. طب وانا 900 دي تاكل معايا؟ لا ما تاكلش. ليه؟ عشان دي 900 ثانية وده 50 كيلو متر لكل ساعة، فده بالساعة وده بالثانية، فمش هينفع. يبقى لازم احول من الثانية للساعة. افكرك على فكرة في ايدك كتابة، بس انا راجع عشان افكر.
لما احول من الثانية للساعة كنت بضرب بقسم ولا بضرب بقسم. كام في كام؟ 60 على 60. ادي اهو انا عايز احول من الثانية للساعة، هقسم على 60 مرة وهقسم على 60 ايه مرة. يبقى انا هجيب ال900 اقسمها على 60 على 60. تعالى كده ناخد الموضوع كده هنا كده لوحده. هجيب الايه، هجيب ال900، هجيب ال900 مش راضية تيجي. هجيب ال900 اقسمها على 60 مرتين على 60. الآلة هتظبطها هتظبطها. في مدرسين يقول لك اضرب ال60 في 60 ب3600 واقسم 900 على 3600. كلام جميل بس هيلخبط. لا، على 60 على 60 تطلع بكام؟ بصفر علامة 25 ساعة. يبقى أنا كده جبت الزمن بالإيه؟ بالساعة. أقدر أحسب المسافة؟ تقدر تحسب المسافة طبعا ونص. المسافة تساوي مين في مين؟ السرعة في الزمن. ده قانون المسافة. حط ايدك على الفه هيطلع عين في زال، سرعة في زمن. طيب تمام. والسرعة بكام؟ قالك السرعة ب50. طيب تمام. والزمن بكام؟ قالك الزمن بصفر علامة 25. 50 في صفر علامة 25 هتطلع معايا بكام؟ ب12.5 كيلومتر. تمام. ده بالنسبة للمسافة بتاعت الايه؟ بتاعت الدراجة. بليز يلا تعالى كلمني عن المسافة بتاعت السيارة يا معلم. أركز. هو السيارة كان سوري. احنا كده حاسس ان احنا عكسنا. لا ما عكسناش، زي ما احنا عادي، بس احنا بس فرق اللفظ من فوق. دي اللي حسبناها في الأول كانت السيارة، وسرعة السيارة كانت 50. دلوقتي هنحسب الدراجة، وسرعة الدراجة اللي هي ايه؟ 5. تعالى بقى نتكلم شوية بقى عن الدراجة. ايه الدراجة؟ سرعتها كام الدراجة؟ قالك الدراجة سرعتها 5 متر لكل ثانية. والزمن كام؟ قالك الزمن 900 ثانية. السؤال، ال900 ثانية تاكل مع المتر كل ثانية؟ تاكل. ليه؟ مش ده ثانية وده ثانية؟ شغال يا معلم، كمل زي ما انت. طيب تمام. احسب المسافة بقى على طول على طول. السرعة في الزمن. ايوه يا بطتش يا بطتش. السرعة بكام؟ السرعة ب5 استاذ. والزمن بكام؟ ب900 استاذ. يبقى 5 في 900 يساوي 4000.5 متر. احنا هنا دي مسافة بالمتر. طيب تمام. والسوري وال12 دي هنا كانت بالكيلومتر، لان انا بتكلم هنا بالكيلومتر فكيلومتر، هنا بتكلم بالمتر فمتر. تمام يا معلم. حلينا جبنا المسافة دي والمسافة دي. سيب السؤال واجري. غلطان. ما هو مش عايز المسافة دي والمسافة دي. ما انت لو كنت بتركز في حصة العربي هيقول لك احسب مقدار الفرق في المسافة بين. مقدار الفرق في المسافة بين، يبقى هو قاصد يا معلم اجيب المسافتين واطرحهم من بعض. يا راجل. ايوه يا راجل. يبقى هطرح 12 من 4500. غلطان. ليه تاني؟ اصل دي 12 كيلومتر وده 4000.5 ايه متر. يبقى لازم احول. هتحول ايه؟ هتحول من المتر. ايوه اصحى معايا. للايه؟ للكيلومتر. دي تالتة اعدادي. من هنا اقدر اقول لك دي تالتة اعدادي ودي مسائل تالتة اعدادي وده امتحان تالتة اعدادي. فاحنا مش هنكدب على بعض، هنوريك الدنيا وردي. الدنيا سهلة جدا جدا. تعالى حل المسألة الأولانية اللي فوق اللي هي سهلة جدا جدا. خد بعضك وامشي والبس الحيط انت بعدين يا معلم. ليه؟ دي مرحلة هتتقدم لك كاملة زي ما هي، وانت بقى حابب تشتري مش حابب براحتك. تمام. هي دي حقيقة تالتة اعدادي. هو ده شكل المسألة في الامتحان. وقت الامتحان ساعتين في 20 سؤال في 40 سؤال. يعني كل سؤال يعني 120 مقسومين على 40 سؤال، يعني كل سؤال ما ياخدش اكتر من 3 دقايق. تمام. فانت لو ما اتدربتش عدل من اول السنة انت هتكون عارف النتائج كويس. تمام. المهم، فانا احول من المتر للايه؟ للكيلومتر.
فلما اجي احول من المتر للكيلومتر، فاكر القانون ولا افكرك؟ من الاخ الصغير هيتقسم عشان هو بيروح للاخ الكبير، لو اخ كبير كنت ضربته. تمام. فانا هقسم، وهنا لو كنت بضرب في 1000 فهنا هقسم على ايه؟ على 1000. فانا هاخد يا معلم المسافة اللي هي بتاعة الدراجة اللي هي 4500، اقسمها على ايه؟ على 1000. فلما اقسم 4500 على 1000، سوري انا ايه اللي عملته ده؟ هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب4.5 كيلومتر. كده بقى اقدر اجيب الايه؟ الفرق بين المسافتين. تعالى بقى نشوف يساوي ايه. المسافة الاولى بكام؟ ب12.5، والمسافة التانية بكام؟ ب4.5. يبقى هقول له 12.5 ناقص 4.5 يساوي يا استاذ 8 كيلومتر. دي مسألة تالتة اعدادي. الناتج بتاعك 8، والدرجة هتتحط على الخطوات وعلى الناتج في النهائي 8 كيلومتر. تمام. مش عايزك تخاف، احنا السنة طويلة وفي وقت معانا ومش مضغوطين خالص صدقني. فحاجة زي كده هنتدرب عليها مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وهيكون في مراجعات وشوامل. فالموضوع هتبدأ ان انت تتأقلم عليه وتتعود عليه، بس انا احتاجك تكون صاحي معايا ومركز معايا في كل تفصيلة احنا بنقولها. لو تاخد بالك احنا على مدار الشرح احنا مشرحناش حاجة مش مهمة، كل اللي بنشرحه بنحتاجه قدام. شرحنا الوحدات احتاجناها قدام، شرحنا نفس ونفس طلعت قدام. فكل اللي احنا شغالين عليه بنبني عليه. المهم انا عشان عارف ان انت زمانك دلوقتي مرعوب طبعا بسبب المسألة دي، فانا هكرر نفس المسألة هي مرة كمان لأجلك، بس باختلاف الأرقام. كل المطلوب منك هتاخد الخطوات دي تحطها قدامك، وهتيجي تنزل هنا اهو تحل المسألة دي كمان وترجع لي. تمام. هنوقف الفيديو، حل وتعال. وقفت، تعالى بقى نحل. نشوف بقى بيقول ايه. بدأت السيارة والدراجة الحركة معا في خط مستقيم، فإذا علمت أن سرعة السيارة 100 وسرعة الدراجة 10. هي على فكرة نفس المسألة باختلاف في حاجات بسيطة بس. احسب مقدار الفرق بين المسافة بين كل من الزمن والسيارة بوحدة الكيلومتر. فأنا هقسم الصفحة بتاعتي نصين، واجي ماسك الجزء الأولاني سرعة الايه؟ السيارة. تعالى بقى كده نتفرج. هنتكلم عن مين في الأول؟ عن السيارة، أو من غير أي لخبطة بهدوء بقى كده وريلاكس. كلمنا عن السرعة يا أستاذ. أنا مش بحب اللون ده. كلمنا عن السرعة يا أستاذ. السرعة تساوي 100 كيلومتر لكل إيه؟ ساعة. وكلمنا عن الزمن. الزمن قالك بمرور 500 ثانية، الزمن 500 ثانية. ينفع يا مستر يبقى 500 ثانية وهنا ساعة؟ لا، يبقى لازم أحول من الثانية للساعة. أحول إزاي من الثانية للساعة؟ أفتكر ساعة، دقيقة، ثانية. بص بحل زيك اهو. احول من الثانية للساعة، يبقى اقسم على 60 على 60. يبقى هقول له 500 على 60 على 60. يلا احسب. 500 على 60 على 60 هتطلع معايا بكام؟ صفر، علامة، 1، 3، اللي هو 13 من ايه؟ من 10. وده حسبنا الزمن بالايه؟ بالساعة. طيب تمام. عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب المسافة. المسافة السرعة في الزمن. طيب تمام. السرعة بكام؟ قالك السرعة ب100 والزمن بكام؟ ب13 من 10، لسه حاسبينها. يبقى 100 في 13 من 10 هيطلع معايا بكام؟ ب13. 13 ايه؟ دي مسافة، يبقى 13 كيلو متر عشان المسافة فوق بالكيلومتر. تعالى بقى هات الدراجة. شايف الكلام بقى حلو ازاي؟ هات الدراجة يا وطتي. قالك لما تيجي تمسك الدراجة، الدراجة سرعتها كام؟ الدراجة مكتوبة في المسألة سرعتها 10. أتمنى أكون صح. أيوة 10. 10 دي سرعة الدراجة. 10 ايه؟ متر لكل ثانية. والزمن بكام؟ وقال لي الزمن ب500 ثانية. ده بالثانية وده بالثانية. أستاذ ده بالثانية ده بالثانية، ماذا سأفعل؟ ولا هنفعل أي شيء، مش ده ثانية وثانية. شكرا. هات المسافة. المسافة تساوي السرعة في الزمن.
السرعة ب10، المسافة ب500، 10 في 500 ب5000، صح؟ 5000. المسافة بالإيه؟ بالمتر. اطرح الاتنين من بعض، 5000 ناقص 13 غلط. ليه؟ لازم دي تتحول. أحول من إيه؟ من المتر للكيلو متر، فأقسم على إيه؟ على 1000. يبقى أحول المسافة، هقول له 5000 على 1000. هي عملت صفر كده، معلش. 5000 يا بطتي على 1000 يا بطتي يساوي كام؟ يساوي 5، إن كل الأصفار دي هتروح مع بعض. 5 إيه؟ كيلو متر. عايز أجيب الفرق بين المسافتين. هطرح مين؟ هطرح ال13 اللي هنا دي ناقص ال5 اللي هنا دي، فهقول له 13 ناقص 5 فيساوي 8 ايه كيلو متر. ده برضو الناتج النهائي، سبحان الله طلع 8 برضو. تمام. اتمنى الموضوع ما يكونش رخم. اديك حلتها مرة كمان، مع تاني مرة هتبدأ تحس ان هي ايه، سهلة شوية. تعالى بقى كده هناخد فكرة كمان مختلفة، ويعتبر نبدأ نقفل الدرس يعني. تعال. بيقول ايه؟ بيقول لي القطار بدأ رحلته الساعة 7 صباحا، فمتى يكون موعد الوصول للقطار حتى يتحرك بسرعة 100 كيلو متر كل ساعة ليقطع مسافة 500 كيلو متر؟ السؤال ده جه في دمياط سنة 2023. تعالى كده بقى نشوف. وكان أول مرة يجي في ساعتها، وكان سؤال عامل ضجة وجميل جدا يعني. تمام. ومن ساعتها بقى بيجي في امتحانات كتير برضه. القطار بدأ رحلته الساعة 7 صباحا، فمتى يكون موعد وصوله حتى يتحرك؟ بالراحة بالراحة بالراحة. القطار بتاعي بدأ الرحلة الساعة 7 الصبح واتحرك. بيسأل عن موعد وصوله، يعني بيسأل عن الزمن. تمام. لكي يتحرك القطار بسرعة 100 كيلو متر لكل ايه ساعة ليقطع مسافة مقدارها 500 كيلو متر. أنا بالراحة 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 أطلع المعطيات. أيوة، ما لا تنسى ما تعلمته. معطياتك فين؟ السرعة تساوي كام؟ السرعة تساوي 100 كيلو متر لكل ساعة. طيب تمام. واللي بيقطع مسافة 500، يبقى المسافة تساوي 500 كيلو متر. وعايز يعرف موعد الوصول، يبقى اجيب الزمن اللي ناقص واحط القانون السرعة تساوي المسافة على الزمن. عايز الزمن يساوي المسافة على السرعة، فارد عليه واقول له الزمن يساوي المسافة على الايه يا واد؟ على السرعة. المسافة بكام يا واد؟ المسافة ب500، والسرعة بكام؟ والسرعة ب100. ف500 على 100 الاصفار تطير مع بعض يزيد ايه؟ 5. 5 ايه ساعة، لان ده كيلومتر كل ساعة. يبقى الزمن اللي هيستغرقه القطر عشان يتحرك يا بطتي 5 ساعات، وهو هيمشي الساعة 7. يبقى بعد 5 ساعات تبقى الساعة بقت كام؟ 12. يبقى اقول له يصل القطار، تكتبها له كده اهو، يصل القطار في 12. بليز يلا حل السؤال اللي تحتيه لوحدك. تمام. انا هحل بسرعه جدا، انت هتحل السادس والسابع برضو مع بعض، برضو خلص السادس صححه وخلص السابع او ايه وصححه. انا بطلع المعطيات بتاعتي على جمع. القطر ده بدأ يتحرك الساعه 7 الصبح برضو. تمام. المسافه بتاعته هنا بكام؟ قالك السرعه بتاعته ب200، والمسافه بتاعته بتساوي 1000. فانا هحسب الزمن، السرعه تساوي المسافه على زمن، فانا هحسب الزمن. يبقى الزمن يساوي الزمن يساوي المسافة على السرعة. المسافة ب1000 والسرعة ب200، يبقى هقسم 1000 على 200 يساوي كام؟ قالك هيساوي 5 ساعة، عشان السرعة بالكيلو متر كل ساعة. طيب تمام. 5 ساعات برضو نفس الفكرة برضو، يبقى 7 هضيف عليهم 5 ساعات، يبقى يصل القطار في 12. نفس الشكل، نفس الإجابة.
طب تمام، آخر سؤال كده نحل سوا مع بعض النهاردة. القطار بدأ رحلته الساعة 7 صباحا، فمتى يكون موقع وصوله؟ إذا كان يتحرك بسرعة 400 كيلومتر يبقى نفس الفكرة برضو هحل عليها تاني. أنا بحب الفكرة دي على فكرة، عشان كده مكررها 3 مرات. تمام. أنا هقول له المسافة بكام، سوري، السرعة بكام؟ السرعة ب400 كيلومتر كل ساعة، والمسافة حبيبي ب2000. 2000 كيلومتر. فأنا ناقصني الزمن، السرعة تساوي المسافة على الزمن، ناقص عندي اهدي السرعة ناقص الزمن، أجيب الزمن يساوي المسافة على السرعة. سامحني لو فصلت منك، بس الساعة 3 بالليل مش الصبح، هو التوقيت ده غلط. تمام. فالمسافة على الايه، على السرعة، المسافة بتاعتي ب2000، ايوه يا بطتي، والسرعة بتاعتي بكام؟ ب400. يبقى 2000 على 400، نحسب هيطلع ب5 برضو. يبقى 7، اتحرك الساعة 7، حط عليه 5 ساعات، يبقى يتحرك القطار في 12 سبحان الله. حاطط لك 3 مسائل بأرقام مختلفة عشان في الآخر الناتج يطلع نفس الناتج. تمام. بعد كده نبدأ يتكلم عن أنواع السرعة، فبنبدأ نعرف إن أنا عندي سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة، والسرعة الغير منتظمة بيجي منها سرعة اسمها السرعة المتوسطة، وده تمهيد للحصة اللي جاية يعني. تمام. يعني ده الجزء اللي هنبدأ بيه الحصة اللي جاية، فمتشغلش بالك بيه كتير يعني. كل الباحثين عن عيوبي فماء البدر في نقصانه إلا هلال. الله. تعالى بقى كده نحل كام مسألة اختر عشان نبقى قفلنا الدرس ده خالص. بس انا هاخد بريك، لازم اخد بريك، تمام، وارجع لك تكون انت برضو فكرت في الايه، في ال8 دول، احنا مش هناخد زيادة عن دول، تكون انت فكرت في ال8 دول. والإجابة به. العاملين الذين يتوقف عليهم حركة الجسم قايلين السرعة والزمن. سوري، المسافة والزمن. ما تتلخبطش، المسافة والزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، المسافة خلال وحدة الزمن ده تعريف السرعة. من وحدات قياس السرعة، المتر ده المسافة، الثانية ده الزمن، مفيش حاجة اسمها متر في الثانية، هي المتر كل ثانية. إذا كانت سرعة السيارة 72 كيلومتر، فإذا يعني إن سرعتها تساوي كام؟ يبقى هو عايز يحول من الكيلو متر للمتر كل ثانية، ده أخ كبير وأخ صغير، الأخ الكبير يضرب الأخ الصغير، يبقى هضرب في 5/18، هقوله 72 في 5/18 هتطلع ب20. فين 20 في الاختيارات؟ أهي. طيب إذا اتحرك قطار بسرعة 100 كيلومتر ليقطع مسافة 40، عايز أحسب الزمن. مسألة عادية، هقول له أهو السرعة تساوي المسافة على الزمن، وأشوف هو مديني إيه يا بطتي. مديني يتحرك القطار بسرعة 100، يبقى هو مديني السرعة ب100. ليقطع مسافة قدرها 40، يبقى هو مديك المسافة ب40، يبقى كده عايز الزمن. فكم يكون الزمن؟ الزمن يساوي المسافة على السرعة، يبقى 40 على إيه؟ على 100. شفت أنا حليتها إزاي في ثانية؟ عايزك تتعلم تبقى كده أهو. 40 على 100 تساوي كام؟ 0/4. إن شاء الله تتعلم تبقى كده وأحسن من كده كمان. سيارة سرعتها 50 متر كل ثانية، وسيارة سرعتها 90 كيلو متر كل ساعة، عايز أحسب الاتنين، يبقى لازم أحول واحدة من الاتنين، ده متر كل ثانية وده كيلو متر كل ساعة. احنا مش لسه في ابتدائي عشان اديك 50 و90 واقول لك مين اكبر فانت تقول 90، يعني هخليك اذكى من كده شوية. دي متر كل ثانية ودي كيلو متر كل ساعة، يبقى لازم يكون في تحويل. هنبدأ نحول، انا احب احول دي. تمام. 50 كيلو متر كل ثانية هحولها لكيلو متر كل ساعة، فانا عايز احول من متر كل ثانية لكيلو متر كل ساعة. فاكر كنت بعمل ايه؟ انا وراجع اقسم 5 على كام؟ على 18. الرقم ده بليز اوعى تنساه، يبقى 50 على 5/18. تعالى كده نشوف هتطلع كام. 50 على 5/18 هتطلع إيه؟ هتطلع بنص تقريبا، بس انا شاكك في صحة الرقم يعني. تمام. دقيقة هتأكد وارد عليك. رقم غلط. تمام. 50 في 5/18 هيطلع ب180 وعلامة صفار كده اهو. تمام. فدي بكده بقت ب180 كيلومتر كل ساعة، ودي 90 كيلومتر كل ساعة، فأكيد ال180 أكبر من ال90، يبقى هقوله ضعفها. إذا زادت المسافة التي يقطعها الجسم للضعف وقل الزمن الذي يسيره الجسم للنص، أهو أنا هحط القانون بتاعي، السرعة تساوي المسافة على الزمن. إذا زادت المسافة للضعف يبقى المسافة ب2، وقل الزمن للنص يبقى الزمن بنص.
يبقى 2/نص اقسم 2/نص يطلع معايا ب4، يبقى 4 يبقى تزداد الى 4 امثالها. تمام. تعالى اديك الهوم ورك بتاعك عشان ما يبقاش ليك حجة، حتى لو ما حضرتش الحصة الأولى يعني تبقى انت ايه في التمام. هناخد من 1 و8 دول هوم ورك، أي حاجة تخص الحركة والسرعة هتكون واجب يعني. تمام. اختر ده، بقيته مش هنحله. تمام. الحركة والسرعة برضو اللي هنا ده واجب. بعد كده الحركة والسرعة برضو دول واجب. بعد كده الحركة والسرعة الجزء ده واجب. يا الجزء ده طويل جدا، ايوه هو ده كله واجب. بعد كده المسائل دي كلها واجب لغاية اخر الصفحة. ده الواجب بتاعك، واجب على فكرة قليل مش كتير، الواجب بيكون اكتر من كده. تمام. إيه ايه كل اللي طالبه منك، انت طالما سمعت الفيديو وركزت فيه فانت كده ذاكرت. كل مطلوب منك تبدأ ان انت بقى تروح، او تروح زي ما انت بتسمعنا اونلاين احسن. تبدأ ان انت تقعد كده مع نفسك تقرا درس من الملزمة قراية سريعة كده، وتعدي على الدرس كده مواضيع الدرس قراية سريعة. لو في جزء تعبك عيده تاني لغاية ما تفهمه. بعد كده ابدأ حل أسئلة الواجب، وبعد كده هينزل لك الحل بتاع الواجب ده، وهينزل لك حل كتاب الامتحان على الدرس الأولاني كله يعني مع بعضه كده مرة واحدة إن شاء الله.